الإرهاب واستقطاب الشباب حرب شعواء متناهية الأطراف ومتباعدة الأطراف. للحديث عن الإرهاب ومشاكله وإزاي نقدر نتخطاه وإزاي نقدر نبعد عن الأفكار المغلوطة هيكون معانا الإعلامي هاني بكري. رحب بك. رحب بك يا أستاذ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. وطبعا أدين هذا الحادث الأليم يعني الذي حدث في العريش. هذا الحادث يعني مش جديد على الفكر الإرهابي. يمكن احنا هنا في مصر مش واخدين شوية على تفجير المساجد، إنما هذا الفكر العابر للقارات يعني في أفغانستان أو في باكستان أو حصلت حادثة أو اتنين في دول الخليج تم بالفعل تدمير بعض المساجد. لكن يمكن هي احنا مش واخدين شوية ان هذا الفكر يهاجم مساجد، لكن هو من ادبياته ان هو بيهاجم مساجد ويهاجم كنائس ويهاجم دور عبادة، لانه بيرى ان الاخر تمام، اي اخر هو في خلاف معاه، اي اخر هو مختلف معاه فكريا، فبالتالي هو مختلف معاه سماويا وعنده امر الهي. ده طبعا فكره عنده امر الهي بمهاجمه هذا الاخر ايا ما كان يعني سواء مسلم سواء مسيحي سواء يعني معبد اي مؤسسه دينيه تمام، هو بالتالي هيهاجمها يعني. فانا ادين هذا الحادث طبعا واعزي الشعب المصري في هذا الحادث الاليم. اذا استاذ هاني، الارهاب ظاهره عالميه يعني مش موجوده في مكان محدد وليس لها وطن. ازاي ممكن نفسر ده من خلال اللي بيحصل عندنا او حتى في الشرق الاوسط؟ يعني دلوقتي الحمد لله مصر في نماء ازدهار، بدأنا فعلا نمشي على خطة سليمة جدا نحو المستقبل اللي احنا بنأمله، لكن بيحصل المشكلات البسيطة دي اللي هي ان شاء الله هتنتهي يعني بلا جدال بلا جدال هتنتهي. احنا دلوقتي شايفين الشرق الاوسط في اي مشكلة بيقولوا تعالي يا مصر اقفي جنبنا، يعني الحمد لله. شايف ازاي الارهاب وقد ايه نقدر نفسر من الموضوع ده ان لا دين له ولا وطن؟ لا انا هاخد من كلام حضرتك بس ان الارهاب هو ظاهره عالميه. أيوة. بالفعل هو ظاهره في كل الاديان. أيوة. مش عندنا احنا بس يعني في كل الاديان وفي كل بلدان العالم ناس دماغها طاقه طبعا بيفسر التفسيرات الدينيه تفاسير مغلوطه. أيوة. الاخر بالنسبه له هو يعني مشكله وبيجب اقصائه يعني. هضرب لحضرتك مثال في اديان اخرى. مثلا انت عندك في امريكا اللي هي بلد الحريات. أيوة. جيم جونز سنة 1978 إن لم تخني الذاكرة موت 900 من أتباعه. قال لهم احنا كلنا هنشرب سم دلوقتي، وبعد ما نشرب السم سنتحول إلى السماء وهنطلع والجنة، ونفس الأفكار بالضبط اللي هي موجودة في كل هؤلاء الإرهابيين أو هؤلاء المختلين. أيوة. عقليا إذا شئنا الدقة. هضرب لك حتى مثال اليابان. احنا دايما بنتكلم ان اليابان دولة آمنة جدا جدا، وانا تشرفت بزيارة شرق آسيا واعرف العقلية الشرق آسيوية كيف تفكر. هي عقلية مسالمة جدا، ومع ذلك سنة 1995 في مارس 1995 تم ضرب المترو وتم ضرب مترو اليابان بغاز السارين. واما اتمسك اللي هو حسب ما اسمه اوساكا سهارة تقريبا، طب انت ليه عملت كده؟ قال لك حتى نقيم مملكة السماء. أزمة الروهينجا دلوقتي الديانة البوذية هي ديانة مسالمة جدا. بوذا عنده كلمة واحدة بيقول لك ديني هو اللطف، ديني هو السماحة، وكان حاسم في هذا الأمر. وإحنا كمان كمسلمين إحنا منفتحين على كل الأديان. ما عنديش مشكلة إن أنا آخد الحكمة من أي مكان. لكن الروهينجا حاليا أو هذه الأزمة في ميانمار المتطرفين هم اللي بيعملوا كده. إحنا مش خارجين عن السياق البشري، مش خارجين عن هذا السياق. ممكن يبقى فيه ظواهر إرهابية في كل دين وفي كل ملة. فبالتالي هذه الظاهرة أقدر الناس على معالجتها ودراستها هم علماء سوسيولوجيا المجتمعات وأنثروبولوجيا المجتمعات. لابد من إشراك هؤلاء ودمجهم في تفسير وتحليل هذه الظاهرة حتى نصل إلى حل. احنا مش بس كمسلمين، دي برضو مشكلة الغرب. الغرب دائما بيصدر ان احنا كمسلمين احنا الارهابيين، احنا الذين نغذي الارهاب، نحن الذين ندعم الارهاب. انا كمسلم وحضرتك كمسلم وجاري المسلم احنا مسالمين جدا. الى جانب ان نصوص الدين عندنا الاسلامي نفسها تدعو الى التسامح. أيوة. التجربة الاندلسية كان يتعايش فيها المسلم الى جانب المسيحي الى جانب اليهودي، وهذا الامر مؤكد يعني. حتى ذكروا في قصة الحضارة ويلديورانت قال ان افضل فترة مرت على التاريخ الانساني في القرون الوسطى كانت الاندلس. أيوة. لانها ضربت مثال رائع جدا للتسامح مع الاخر. عايز اقول لحضرتك ان بعض الوزراء كانوا يهود
في بعض الحكومات التي كانت في الأندلس بعض المسيحيين يعني كانوا بيفروا، يعني معلومة من كنيسة القرون الوسطى، هي غير الكنيسة بتاعتنا بالمناسبة، بيفروا من انجلترا وبيفروا من فرنسا وبيفروا من كل هذه البلاد وبيروحوا الأندلس. طيب هو راح الأندلس ليه؟ لأن لا في واحد هيفجره، ولا في واحد هيضربه بالسيف، ولا في واحد هيقول له إنما بعثت بالسيف رحمة للعالمين. طبعا مقولة يعني لا طبعا، تنقض إنما بعضها. بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مقولة تنقض بعضها بعضا. يعني بالزبط. أنا مستغرب أنت كل هذه النصوص اذهبوا فأنتم الطلقاء ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا كل ده بنحيه جانبا. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كل هذا النص يقصى مقابل ان انا هقتلك وهذبحك، بعثت بالسيف. طبعا مقولة يقولها مختل عقليا ويرددها مختل عقليا، وليست حتى في ادبيات الدين الاسلامي تماما. طبعا ليس هذا فقط، يعني قيم التسامح حتى في ديننا. سيدنا ابو بكر يعني هو موجه الحروب في حروب الردة، توجهت الجيوش لقتال حروب الردة، فقال لهم وهو بيوصيهم، فقال لهم لا تقتلوا شيخا ولا طفلا ولا تقتلعوا شجرة ولا تهدموا بيتا ولا بيع ولا صلوات وستجدوا رهبانا. طبعا النص تحديدا مش متذكره، لكن هذا هو معناه. ستجدوا رهبانا فدعوهم وما أفرغوا أنفسهم له. سيبوهم في عبادتهم، انتم مالكوش دعوة بيهم، دول ناس مسالمة، احنا ما عندناش معاهم مشكلة. تمام. فهو ظاهرة الإرهاب أنا شايف إن جوهر الأديان كلها أنا عايز أوصل للسماء، عايز أخش الجنة. مش ممكن في أي دين هدخل الجنة على دماء وأشلاء وجثث. أكيد مش معقول أبدا. الأمر الإلهي جاي لي بهذا الشكل. الدين الإسلامي زي ما أنا قلت لحضرتك، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. المسيحية نص رائع جدا في الإنجيل: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، من صفعك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. البوذية اللي هي دلوقتي لأن احنا مش في نقاط تماس مع الدين البوذي، لكن الدين البوذي قاعدته الأساسية: ديني هو اللطف، ديني هو السماحة. فإذا كانت هذه هي الأديان الكبيرة في العالم، جوهرها التسامح وجوهرها أن نتعايش مع بعضنا بعضا، فليه الدماء؟ ليه كل هذه الدماء؟ مش ممكن أو أصل إلى السماء أو أصل إلى الجنة على هذه الدماء وعلى هذه الجثث. استحالة. طيب هو هيجي هيقول لك أنا بأسس مملكة دينية. هذه المملكة مملكة أخلاقية. هل يؤسس أي دين على الإطلاق بدماء؟ ده نقطة بديهية جدا. يؤسس أي دين أو تؤسس مملكة على دماء؟ مش معقول أبدا. أنت إذا أردت أن أسس للأخلاق. الأخلاق هي اللي بنشترك فيها كلنا. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، حديث اللي لسه حضرتك قايله من شوية. الأمر الثاني، الأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام ما ربطهاش بجاهلية ولا بإسلام بالمناسبة. يعني البعض الذي يتصدر للإسلام أو للدعاوى الدينية بيغفل بعد كبير قوي ان الرسول عليه الصلاة والسلام أقر بعض الجاهليين على مكارم الأخلاق. أيوة. بنت حاتم الطائي أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها خلاص أنت ممكن تمشي، أنت واللي معاك بالبلدي كده، يعني لأن أباك كان يحب مكارم الأخلاق. وقال إن كان في حلف في الجاهلية، هذا الحلف الجاهلي قال لو دعيت إليه الآن لأجبت، كان حلف يدعو إلى مكارم الأخلاق. فبالتالي أنا بس عايز أضرب مثال إن أنا منفتح على كل التيارات، منفتح على الآخر، منفتح على كل ما يدعو إلى التعايش السلمي وينبذ العنف ويدعو إلى التسامح. عايز بس أضرب لحضرتك مثال. اتفضل. للأسف الشديد غاب وجه الإسلام الحضاري بينما صعد النموذج الدموي. وجه الإسلام الحضاري يتمثل في ابن عربي، وجه الإسلام الحضاري يتمثل في جلال الدين الرومي، وجه الإسلام الحضاري يتمثل في ابن الفارض اللي قبره هنا في المقطم. كلنا لا نعرف تراث ابن الفارض الفكري ولا ابن عربي ولا جلال الدين الرومي. التيار بينما صعد النموذج الدموي، هذا النموذج أتوا من التراث. مش هقول لك أن هذه النصوص التراثية كانت دموية بقدر ما هقول لك أن هذه النصوص ما أولوهاش صح. صعد نموذج ابن تيمية وصعد نموذج ابن القيم، وهؤلاء استقوا من هذين النموذجين ببعض القراءات الخاطئة وببعض الفكر الخاطئ عندهم. يعني هم بشر في النهاية.
يعني لا تصادر على ان انا ممكن اخطئ ابن تيميه واخطئ ابن القيم، لكن كان لهم في ظروف مجتمعهم. كان عنده ابن تيميه مشروعه الفكري كان له ظروف مجتمعيه هي التي ادت الى هذه الفتاوى. بالمناسبه الفتاوى الان هي التي يقتلون بهذه الفتاوى. فتوى قتل المتمترس، فتوى مردين، هذه الفتاوى شهيره ليبحث عنها من يشاء في جوجل، خلاص يعني خلى الناس كلها تقدر تعمل. هذه الفتاوى هي فتاوى شاذه، بينما غاب النموذج الحضاري، غاب محي الدين ابن عربي، غاب جلال الدين الرومي، غاب ابن رشد، غابت فلسفة التأويل عند ابن رشد. صحيح. وصعد النموذج الأكثر دموية. ابن تيمية له 428 فتوى يستتاب وإلا يقتل. فبالتالي أنا عندي 428 مسألة يقتلك يتوب. طب أنا مش هتوب عن إيه؟ هتوب عن فكر. أنا برضو مجتهد زيك. هذا النموذج السيء هو الذي فتح المجال بعد ذلك للإرهاب. عايز أقول لحضرتك إذن أستاذ هاني يعني نستخلص من كل ده فعلا إن الإرهاب ملوش دين. لا دين للإرهاب، لا دين للإرهاب، سواء أديان سماوية طبعا أو حتى أديان وضعية زي ما حضرتك ذكرت البوذية. لا 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 لا. عاوزين نعرف برضو يعني هل للإرهاب بقى جذور فكرية؟ هل في لهذه الظاهرة جذور فكرية من بدايات من فترة زمنية بعيدة هي اللي بتأثر في هذه الأفكار لهذا الحين؟ هنخرج بس الفصل ونرجع مرة تانية تجاوبنا على هذا السؤال. مشاهدينا الكرام هنخرج لفصل صغير ونرجع تاني، خليكم معنا. رجعنا تاني بعد الفاصل اللي بجدد التحية بيكم والضيف اللي منورني والحديث عن الإرهاب والتطرف الفكري. بجد التحية بيك يا أستاذ. أنا برحب بيك يا أستاذ أحمد، وكنا نلتقي في ظروف أفضل من هذه لكن الأيام قادمة إن شاء الله. الحمد لله. أكيد إن شاء الله اللي جاي أحسن، وأكيد إحنا بنسعى للأفضل إن شاء الله يا أستاذ هاني. يعني حتى الحوار اللي إحنا بنتكلم فيه النهاردة لتغيير فكر الناس اللي بتفكر بأسلوب غير حضاري، غير سليم، غير قويم، أفكار مغلوطة زي ما بنقول، إزاي يقدروا فعلا يتجهوا للاتجاهات السليمة. وطبعا ده أكيد بشباب مستنير زي حضرتك معانا النهاردة. كنا بنتكلم عن الجذور الفكرية للإرهاب. والله الجذور الفكرية هي يوجد. أولا هو في دعوة إلى تجديد الخطاب الديني وتطوير الخطاب الديني. تمام. لكن كل ما بنتماس مع تجديد الخطاب الديني، خلينا نتكلم بصراحة شديدة، كل ما بتتماس مع تجديد الخطاب الديني أو تطوير ديني بتفاجأ بأن البعض بيتكلم انتوا عايزين تهدموا الدين، انتوا عايزين تجيبوا أشياء جديدة في الدين. بالعكس، أنا عايز أرجع إلى النصوص الأصلية للدين اللي هم النصين اللي ممكن احنا نسميهم النصوص المؤسسة، القرآن الكريم والسنة النبوية. القرآن الكريم هو قطعي الثبوت، يعني نزل من عند ربنا سبحانه وتعالى، احنا متفقين على هذا الكلام. هناك آيات قطعية الدلالة أقدر أستنبط منها قطعية الدلالة، خلاص ما نقدرش أنا وأنت ما نقدرش نشتغل فيها باجتهاد. تمام. هذه الآيات بسيطة جدا. أغلب آيات القرآن الكريم هي آيات ظنية الدلالة، أنا أقدر أجتهد وحضرتك تقدر تجتهد. السنة النبوية في الغالب الأحاديث المتواترة، إذا النتائج ممكن تبقى مختلفة. بلا جدال. تمام. السنة النبوية في البعض قطع الدلالة اللي هو المتواتر، ودي أحاديث بسيطة جدا. تمام. لكن آلاف الأحاديث هي أحاديث ظنية الدلالة. تمام. فبما أنها أحاديث ظنية الدلالة يبقى أنا وأنت لابد أن احنا نجتهد فيها. ميراث الفقه الإسلامي محمل ببعض النصوص الملغمة التي تغذي هذا الفكر الإرهابي. يعني عايز أقول لك مثلا أن أنت لو جيت بتتكلم عن حرق الأسير، تمام، هتجد في بطون كتب الفقه حرق الأسير. أنا متأكد من اللي أنا بقوله لك، إنك لو مسكت أسير إنك تحرقه. بينما غاب النموذج الأكثر حضارية على الإطلاق، النموذج اللي هو بتاع المدينة المنورة لما جوهم أسرى بدر. وهذا الحديث ذهبوا فأنتم الطلقاء. لا أسرى بدر. أسرى بدر. منسكوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال لك يعني إما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وجاب اللي ما معهوش فلوس يفدي، فقال لك خلاص يعلم 10 من أبناء المدينة. تمام. الكلام ده فعلا ثابت يعني بلا جدال في ذلك. يعني حتى لو هم ضعفوا هذا الحديث ولا كان الأولى يقتلهم، لا مش الكلام ده مش صحيح. عايز اقول لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم ساب بعض الأسرى.
يعني هم لهم المسلمين ساعتها كان لهم فلوس في المدينه، مش مخليه علشان ياخد عليه فلوس، لا ده كان لهم فلوس في المدينه، فقال لك بس يدفع الفديه ويمشي. الرسول عليه السلام اغلب الاسرى مشاهم. دخل ابو واحد، والمثل اللي بيذكر دائما ابدا للرسول صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فانتم الطلقاء. حين فتح مكه، عندما فتح مكه، يعني ده شيء جلل، يعني جداً. ساب كل الناس الاسرى بعد ما فتح مكه بلا جدال. بتيجي للمنظومه الفقهيه، يوجد في هذه المنظومه نصوص تبيح كل ما يفعله الدواعش، عشان نبقى صادقين في هذا الامر. ويبقى الخطاب الديني بالفعل يحتاج الى تجديد. اما تفتح في اي كتب فقهيه، هذه الكتب الفقهيه ممكن تدرس يعني في اروقه البحث، ويبقى الباحث عارف هو بيقول ايه، وبيعرف ان هذا الحكم هو حكم تاريخي. انما انت ما تجيش دلوقتي تكلمني عن اخويا او جاري، هذا المواطن هو مش اهل ذمه، لم يصبح ذمي الان. تنزل لي احكام الذمه عليه اللي انا بجايبها من حوالي 900 سنه، ان هو يلبس زي معين ويرتدي حتى يعرف ان هو نصراني، وان انت ما تبداوش بالسلام وتضيق عليه الطريق. كل ده موجود بالمناسبه يا فندم. يعني انت لو جارك النصراني داخل، اروح مضايق عليه بالعربيه بتاعتي، ازنق عليه. الكلام ده موجود في بطون كتب الفقه، لكن ينبغي التصدي لهذا التراث الثقيل. هذا التراث اذا يعني ما حاولناش يعني نطلع بفقه حضاري، احنا هنواجه يعني بمشكله اكبر من اللي احنا مواجهينها دلوقتي. الملاحقات الامنيه، عايز بس اقول حاجه. الملاحقات الامنيه بتنجح ونجحت في التسعينات في انهاء هذا الفكر، لكن الجذر الفكري لا يزال موجود. مشروع ابن تيميه الفكري لا يزال يستقي منه هؤلاء بعض الآراء التي تخرج بتكفير المجتمع وتكفير أنفسهم في النهاية. أنا بس عايز أقول لك على حاجة. اتفضل. أن هؤلاء يعني الإرهابيين يقصي المتصوفة، ويقصي الشيعة، ويقصي الآخر، ويحارب أمريكا في أفغانستان، ويحاربها في كل مكان، ثم بعد ذلك بيكفروا أنفسهم. يعني الدائرة بترجع تاني، بيكفروا بعضهم البعض. لأن هو عنده حاجة اسمها الدogma، امتلاك الحقيقة المطلقة. امتلاك الحقيقة المطلقة بيخليه يفكر ان هو الصح. فبالتالي على فكره هتسمع بعد شويه ان هم بيصفوا في بعض، لان هذا الفكر ملوش سقف طول ما انت يعني عامل ان انت. طب ازاي يا استاذ هاني، يعني من خلال حديث حضرتك، واحنا بنسعى كلنا، يمكن المؤسسه الرئاسيه كمان بتصدر هذه التعليمات بتغيير وتجديد الخطاب الديني نظرا لما ذكرته حضرتك، ازاي نسيطر على هذه الافكار؟ ازاي نسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي اللي ممكن بتنشر هذه الافكار؟ ايه اللي ممكن يتم وفي عجاله بعد اذن حضرتك؟ طيب، هو اللي ممكن يتم في هذا الامر، انا برضو هرجع لنقطه اكبر من كده، ان انت لو حبيت تسيطر على هذا الفكر، ابرز النماذج الحضاريه. التصوف الاسلامي هو قادر على ان نجلس على كل الموائد العالميه ونتكلم باسم الدين. انا عايز اقول لك ان جنازه جلال الدين الرومي شاهدها مسيحيين ويهود ووثنيين، وتراثه العالمي كل دول العالم كانت بتنادي بهذا، تنادي بفكر جلال الدين الرومي، اللي هو الفكر الصوفي المستنير المتسامح. لو انت عايز تقفل الحنفية زي ما احنا بنقول، يتصدى خطاب التصوف قادر. تجديد الخطاب الديني، فتح باب الاجتهاد. كلمة أخيرة، فتح باب الاجتهاد معناها أن تترك إعمال العقل. إعمال العقل صحيح. ليس كارثة. إعمال العقل هو المفروض الآن، هو الفريضة الغائبة. إعمال العقل والتفكير هو الفريضة الغائبة الآن. باب الاجتهاد أقفل في القرن الرابع الهجري. ابن صلاح ده فقيه في القرن الرابع الهجري، يعني كان عنده اجتهاد أن يغلق باب الاجتهاد. من القرن الرابع الهجري مفيش اجتهاد إلى الآن، إلا اجتهاد داخل المذهب نفسه، وده برضه مربوط بآلية المذهب بالظبط. فدلوقتي انت جاي لي بعد 1000 سنة مغلق باب الاجتهاد. الفقه اللي انت بتمارسه او الفقه بتاعنا حاليا هو فقه من 1400 سنة. انا مع تطوير الخطاب الديني وتجديد الخطاب الديني وفتح باب الاجتهاد وابراز النموذج المتصوف المتسامح مع النفس ومع الاخر. يا رب ان شاء الله. بنأمل ان شاء الله يكون هناك هذا الفكر، هذا التجديد في الفكر ان شاء الله باذن الله. مصر احسن وعصيه على اي ارهاب. انا شرفت باللقاء بحضرتك. انا شرفت بحضرتك. اتمنى لك التوفيق. شكرا لك. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، هنخرج لفاصل صغير ونستقبل ضيوفنا في اخر فقراتنا. خليكم معنا.